بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. فيديو جديد عليكم سعيد، يا رب كل أيامكم تكون أفضل من العيد. النهاردة إن شاء الله زي ما حضراتكم شايفين هنعمل محلول ناقع الكوارع. دي بنجيب الكوارع اهيت من عند الجزار وبنخليه يقطعها لنا. هي قطعتها لي 4/4 زي ما حضراتكم شايفين كده، وجميله جدا. بتنقيها طبعا لازم يكون الرجل زي ما انت شايفه كده، اللي هو الدبابه دي او المدبب ده لازم يكون احمر زي ما انت حضرتك شايفه كده. لو غير كده ما تشتروش من البياعه. بالمناسبه حبيبه قلبي، انا اشتريت الكارع دوت ب 275 جنيه بدل 300 جنيه. ما تخليش حد يضحك عليك. ادي يا ست كل محلول النقع نزلت ب3 معالق كبار من السكر بتاعنا العادي جدا. وادي معايا حبيبه قلبي المكون التاني، وهو بنستخدمه كلنا مش هنشتريه من بره، وهو الملح. هحط 4 معالق كبار مليانين من الملح. طبعا السكر والملح بيدوبوا الانسجه بتاعه الكوارع علشان تستوي معايا بسرعه. ببدا يا ست كل زي ما حضرتك شايفه، وبخلط السكر والملح اللي معايا 3 معالق كبار من السكر و4 معالق كبار من الملح. وبعدين ببدا منزل ب 3 لتر من الميه، ميه عاديه خالص من الحنفيه، مش سخنه ولا مغليه، زي ما حضرتك شايفه كده بكل سهوله. طبعا الميه مع الملح هندوبهم كويس جدا 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 زي ما حضرتك شايفه. ودوبنا السكر طبعا يا حبيبه قلبي اكيد. طبعا يا ست الكل، قبل ما بحط الكوارع في محلول النقع بغسلها دورين 2 تحت الحنفيه، وببدا انقع الكوارع بتاعتي في محلول النقع حوالي 2 2 علشان تنزل كل الدم والاتساخات اللي موجوده في قلبها، وكمان الانسجه بتاعت الكوارع تدوب كويس وتستوي بسرعه. شوفي بقى يا ست الكل الفرق بعد الساعتين. الكوارع نزلت ايه؟ نزلت كل الدم والاتساخات اللي فيها زي ما حضرتك شايفه كده. بقى حبيبتي بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، بقت معايا زي الفل ازاي تبارك الرحمن. نزلت كل الاتساخات فيها وبقت زي القشطه زي الفل زي ما حضرتك شايفه. اخواتي وبناتي ومتابعيني وحبايبي، اوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن ولو مرة واحدة في اليوم، ولو آية واحدة وفهمها على مراد الله تبارك وتعالى، والعمل بها قدر المستطاع. بغسل بقى ست كل الكوارع بتاعتي كويس جدا، وبطلعها من محلول النقع علشان نحطها في حاجة نضيفة تانية. ببدأ يا ست الكل بجيب طبق تاني خالص اهو نضيف، بحط فيه 2 لتر من المية، مش هتفرق بقى 2 لتر او 3 لتر. بنزل في الطبق بمعلقة كبيرة مليانة من الدقيق، وبدوب الدقيق كويس جدا جدا جدا. وهنزل يا ست الكل بالتوابل المميزة جدا اللي هتخلي طعم الكوارع بتاعتك احلى من المطاعم. معايا ربع معلقة صغيرة حبهان مطحون، ومعايا كمان ربع معلقة صغيرة قرفة مطحونة، بتخلي طعم الكوارع او اللحمة تحفة. ومعايا كمان يا حبيبتي ربع معلقة صغيرة كبابة صيني مطحونة، بتدي طعم روعة جدا. ربع معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون، وبدوب المكونات بتاعتي كويس جدا جدا. لو حضرتك حابة تستغني عن اي مكون منهم مفيش اي مشكلة، لكن انا بصراحة ما بستغناش عن اي مكون منهم علشان بيخلي الطعم حكاية فوق الوصف. ببدأ انزل بالكوارع بتاعتي في المحلول الجديد، وبسيبها حوالي ساعة كاملة. حضرتك اعملي العملية دي كلها من اولها لاخرها من بالليل علشان تسهلي على نفسك وتوفري وقت حضرتك كمان. وبعد كده يا ست الكل بعد الساعة ببدأ ان انا اغسل الكوارع كويس جدا زي ما حضرتك شايفة، وبعدين بطلعها من المحلول دوت، وبتكون الكوارع جاهزة على الطبخ. تابع حضرتك الفيديو باشتراك ولايك وشير وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله.